وفي الاخر باي باي باليوزويك، وده كان ختام الفتره البرميه وختمه الظهر البليوزي اللي بدا من اكتر من نص مليار سنه. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ هل الحياه فضلت نايمه تحت الانقاض ولا رجعت وبقوه؟ في نفس اللحظه اللي الارض كانت بتودع فيها كل الكائنات اللي عرفناها، بدات صفحه جديده، ظهر جديد اسمه الميسوزويك. ايه معناه؟ تعالوا نشوف. الكلمه جايه من 3 اجزاء يونانيه، ميسو بمعنى وسط او منتصف، زوي بمعنى حياه، واي سي لاحقه معناها يتعلق به، يعني الترجمه الحرفيه الزمن الاوسط للحياه. ببساطه الميسوزويك هو المرحله اللي في النص ما بين العصور القديمه جدا والحديثه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. طيب ايه اللي بيميز الظهر ده؟ اهم حاجه الديناصورات. يعني الميسوزويك هو عصر سيطره الزواحف العملاقه اللي بتظهر في كل فيلم اكشن تقريبا، من اول جوراسيك بارك لحد جودزيلا. بس خلينا نكون منصفين، الموضوع مش كله ديناصورات وبس، كان في تغييرات ضخمه في الجيولوجيا، المناخ والحياه البحريه والنباتيه وحتى الحشرات كلها اتطورت. الظهر ده متقسم ل3 فصول كبار، الترياسيك، الترياسي، وده البدايه بعد الانقراض الاعظم، والديناصورات لسه في مرحله البيتا فيرجن. الجوراسيك، الجراسي، وده اللي فيه الدنيا بتزدهر والديناصورات بتبدا تاخد المسرح. والتباشيري، الكريتيشيس، قمه المجد، وبعدين بوم، فجاه الانقراض اللي قضى عليه.